شمال سيناء ميدانيا بداية؟ لو تحدثنا ميدانيا عن الحالة الأمنية على الشريط الحدودي، طبعا تبدأ بأول حادث فجر اليوم، وقع فجر اليوم، وهو نجاح قوات حرس الحدود في ضبط نفق طوله 1600 متر داخل منزل مهرب معروف، يعني نقدر نقول اسمه الأول محمد، معروف في مجال التهريب عبر الأنفاق. منزله مكون من طابقين على بعد 1600 متر من الشريط الحدودي، يعني بيقع تقريبا في نطاق المرحلة الثالثة أو الرابعة، كمان الرابعة من المنطقة العازلة. وطبعا هذا النفق يعتبر نفق طويل، وهو حديث العهد ومخصص لتهريب البضائع والافراد. وطبعا وجود هذه الانفاق ما زال وجودها يشكل تهديدا كبيرا للامن القومي المصري. وتم فجر اليوم عن طريق سلاح المهندسين تفجير المنزل وتفجير النفق. وطبعا ضبط انفاق بهذه الاطوال 1600 متر، طبعا ده بيتطلب من الدولة ان هي توسع نطاق المنطقة العازلة برفح. فطبعا تم اخلاء المرحلة الاولى بعمق 500 متر، وجاري طبعا